من 150 سنة حضر الخواجة تيكتياس كلاديوس لمصر وأقام فيها وفتح له محل من أشهر محلات عماد الدين، محل بازار كورسال. المحل ده عمره 150 سنة. المحل ده محل الملابس الكلاسيكية، المحل اللي كان بيلبس منه بشوات وهوانم ووجهاء وفنانين الزمن الجميل. يلا بقى نعدي البوابة بتاعته ونرجع بالزمن ل150 سنة لورا عشان نتفرج على المحل العتيق، محل بازار كورسال، واللي وقف حائط صد أمام كل تغيير وتطوير في الموضة الحديثة. والبازار كان مشهور ببيع القبعات والبرانيت والملابس الكلاسيكية سواء للرجال أو النساء اللي كان بيرتديها الملوك والرؤساء والفنانين والطبقات الأرستقراطية وكل الناس اللي كانت بتبحث عن الموضة الكلاسيكية في الزمن الجميل. وأول ما دخلنا المكان قابلنا عم ثروت العربي. عم ثروت العربي ده اشتغل في البازار من عمر 13 سنة ولم يفارق المكان منذ 45 عاما، يعني هو اللي اتربى على يد الخواجة كلاديوس، وهو وولاده لحد دلوقتي ولاد الخواجة هم اللي بيتعاملوا مع عم ثروت العربي. ودلوقتي هسيبكم مع لقاء جميل جدا عملناه مع عم ثروت هيحكي لنا فيه عن تاريخ البازار. ثروت العربي. حضرتك بقى صاحب المحل؟ لا انا شغال. طيب المحل بقى ادينا نبذه عنه وايه مجال العمل بتاعنا؟ المحل دوت فيه تقريبا 185 سنه. من سنه كام؟ من سنه 1900 وفي الاول خالص يعني مثلا ممكن نقول من 1920 مثلا؟ ممكن. اه ده من ايام بقى. كويس. تحته قناه الفيزا كلاداتس. انا صاحب الخواجه؟ وبداله لغايه دلوقتي. اسمه ايه؟ اسمه نيكيتا موسير كلاداتس. فتح الخواجه بقى ايه عمل اللي هي الفكره بتاعت البازار؟ هم كانوا موجودين هنا في مصر. وقال لك على البرانيت والشبكات بس ولا؟ لا الملاك عامة يعني احنا هنا المحل أول ما ننزل البنطلون في مصر بنقول عليها كيبول زمان. كان البنطلون بيتباع ب 40 قرش و 45 قرش. يعني انت اول ناس عملتوا فكره البنطلون دي؟ اول ناس. وبعد كده بقى طورتوا بقى المحل؟ لا المحل ده بتاع كده احنا حافظين بالتراث بتاعه. وزباين مين بقى المشاهير اللي كانوا فيه؟ لا انا كان عندي كتير، انا نجيب محمود كان بيجي، ربنا حسن كان بيجي، جمال عبد الناصر دخل المحل دوت. احمد لطفي دخل المحل ده. لا بقى الفنانين جميع لغايه دلوقتي الشابوهات الجرانيت والحاجات اللي بتستمر من الافلام لغايه دلوقتي من عندنا. جميل. حلو. وفعلا التراث بتاعه يعني لسه محتفظين. لا محتفظين بالتراث القديم بتاعه زي ما هو. والمحل دلوقتي طبعا هو اللي ورا سبوع. اللي ورا سبوع. البنت. بنت هي بس طبعا كانت كلها مش ده الدكتور بعد مصر الحالي مش عندنا. كنت بقى في ايام ما كان جمال عماد الدين قصدي بقى كان كمان بقى عماد الدين ده كان حاجه ثانيه يعني. كلمنا بقى شويه عن عماد الدين ده كان معروف اسمه شارع البشوات مش البهوات. لما كانوا بيحطوا بهوات يقولوا لا ده خطاب ده شارع البشوات. فعلا. يعني كان زمان بقى البشوات علي الكسار والعالم دي المطرح اللي قدامنا ده حاليا ده كان بتاع علي الكسار. كان مسرح علي. اللي قدامنا دوت اللي حاليا دلوقتي بقى مسرح مصر ده كان بتاع علي الكسار. وكان جنبه مسرح محمد وليد نجيب الرحيل بعدينا. انت بقى شفت كل الناس دي؟ لا انا سمعت الحاجات دي من الصوت الله يرحمه. ما اتابعتش العالم. بس
بصراحة يعني مستمتعين جدا باللقاء معاك. أهلا وسهلا. تحت أمرك. سمحتلنا لا تأمور يا حبيبتي، تحت أمرك. في أي وقت تحت أمرك. ومن أبرز زباين البازار توفيق الحكيم ونجيب محفوظ، والفنانين زي إسماعيل ياسين وأنور وجدي وكمال الشناوي ويوسف شعبان وأبو بكر عزت وعادل أدهم وهياتم. كل دول كانوا بيجوا بنفسهم للبازار عشان يختاروا البرانيت بتاعتهم اللي بيلبسوها في الأفلام. ورغم الطابع الكلاسيكي للبازار وعدم مواكبته لصيحات الموضة الحديثة، إلا إنه برضو كان مقصد لشباب الفنانين زي سعد الصغير وتامر حسني وأحمد الفيشاوي، اللي كانوا بيجوا يشتروا برضو بعض البرانيت والكاسكتات الخاصة بيهم. وعايزة أقول لكم كمان معلومة حلوة عن المكان، إن المكان اتصور فيه فيلم سمير وشهير وبهير، لأن الفيلم كان بيحكي إن هم رجعوا للزمن لحقبة قديمة في مصر، وكان المكان ده هو اللي بيعبر عن هذه الحقبة الزمنية. وعايزة أقول لكم إن هم أكتر ناس برعوا في تقليد برنيتة شارلي شابلن. والخواجة كلاديوس أول واحد دخل البناطيل الجينز في مصر أيام ما كان اسمها في أمريكا كاوبوي، وكان تمن البنطلون أياميها يا جماعة 40 قرش، تخيلوا. ومن ضمن الحاجات كمان اللي بتخطفك في المحل وانت داخل تتفرج عليه الطابلوهات اللي متعلقة على جدران المحل، اللي كانت عبارة عن موديلات بتتبعت للخواجة كلاديوس علشان يصمم زيها هنا في مصر. يعني الطابلو عمره حوالي 120 سنة اهو، وزي ما احنا هنتفرج عليه عبارة عن بدل على الطراز الكلاسيكي وبرانيت كانت بتتصمم هنا في مصر. وحاليا اللي بيمتلك المحل بنت الخواجة كلاديوس هي نيكيتا كلاديوس، وهي حتى عاملة اختصار لاسمها من حرفين NC اللي هو اختصار لاسمها واسم والدها نيكيتا كلاديوس، اللي أول ما تدخل المحل هتلاقي اختصار لحرفين NC. ولما سألت عم ثروت عليهم قال لي دول اختصار لاسم بنت صاحب البازار نيكيتا كلاديوس. وهم كمان تميزوا في عمل القبعات القوس اللي هي على الشكل المكسيكي. وعلى فكرة مسلسل الأصدقاء دي القبعة اللي تصور بيها المسلسل. أنا استمتعت جدا بروح المكان المختلفة وفاتريناته اللي ما اتغيرتش منذ الزمن الجميل، ويا رب تكونوا انتوا كمان استمتعتوا بجولتي داخل المكان، وأشوفكم بجولات جديدة. لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك وشير، وأشوفكم إن شاء الله في جولات جديدة. باي باي.